ازيكم يا حلوين؟ هنعمل النهاردة مع بعض طبق منابل عمدة. حاجة كده خطيرة عاملينها بلحمة قطعية موزة. بصي شكلها يجنن ودايبة ازاي مع الرز البني او في ناس بتسميه رز الافراح. بصي اللحمة عاملة ازاي ولا ريحتها، طبق غني ومليان غذا. تعالي نشوف عملناه ازاي. انزلي بقى بحلة على النار فيها معلقة سمنة كبيرة، سمنة بلدي. انا مستخدمة لحمة موزة بتبقى جميلة. بصي معرقة ازاي، خطيرة، بتبقى جوسي، وكمان لما تديها حقها في السوا بتبقى دايبة وتجنن، تتاكل حاف. استخدمي اي قطعية عندك، بس طبعا لما بتبقى موزة او حاجة معرقة بتبقى افضل كتير. انزلي بقى باللحمة وعليها بصل وجزر ولورا وحبهان وفلفل اسود، وقلبيهم مع بعض تشويحة، وبعدين انزلي عليها بالمية السخنة ونص معلقة سكر، وقلبي كده تقليبة بسرعة وغطيها سيبيها تستوي. بعد ساعة افتحي عليها وملحي عشان الملح في الاول بيأخر سوى اللحم، وسيبيها تكمل سواها. بصي استوت معانا اهو، اقفلي عليها وسيبيها في الحل. انزلي بقى بحلة تانية فيها 4 معالق سكر كبار على نار هادية خالص، وسيبيهم يكرملوا من غير تقليب لحد ما ياخد اللون الغامق اللي احنا شايفينه ده، على نار هادية عشان ما يتحرقش مننا ويتلسع. اول ما ياخد اللون البني الجميل ده انزلي عليه بمية مغلية على حسب مقدار الرز اللي هتعمليه طبعا، وبعد كده ملحي المية بتاعتك، وانزلي عليها بمعلقة صغيرة قرفة و2 لومي ورقتين 3 لورا، وقلبيهم مع بعض كويس جدا، طبعا مع معلقة السمنة البلدي. اكلتنا النهاردة كلها سمنة بلدي. سيبيها تاخد غلوة وانزلي عليها بمعيار الرز بتاعك. هو عموما كيلو الرز بياخد ربع كوباية سكر. انا هنا بقى جايبه شويه بندق، شويه لوز، شويه زبيب، اي مكسرات متاحه عندك استخدميها. مش متاح مش لازم، بس هي طبعا بتزود القيمه الغذائيه وبتزود جمال الطبق. ركزي معايا بقى نشوف هنعمل ايه في المكسرات دي. البندق ده انا هحطه في الفرن 10 دقايق، تمام. واللوز هنديله غلوة على النار، هنحطه في مية يغلي على النار. الزبيب هننقعه 10 دقايق في مية مغلية. ركزي في الخطوات دي كويس جدا. البندق اهو بعد ما طلعناه، ممكن تحطيه في الاير فراير كمان، بعد ما طلعناه من الفرن بصي افركيه بايدك كده، سهل ازاي ان هو بيتقشر معانا. اللوز نفس الكلام، بعد ما اديته غلوه صفيته، بصي القشره فصلت ازاي، بيتقسم نصين كمان. شيلي القشره، عايزه تقطعيه بالسكينه قطعيه، عايزه تعمليه نصين، عايزه تحطيه سليم زي ما هو، زي ما تحبي. ده فن يا جماعه، كل واحده وطريقتها. بعد كده صفي الزبيب، طلعي بقى اللحمه بتاعتك، نزليها في طاجن، عليها بقى معلقه محترمه كده سمنه بلدي، شايفه القمر شكلها عامل ازاي، ودخليها الفرن، سيبيها في الفرن شويه. وتعالي نشوح المكسرات بتاعتنا برضو في معلقه سمنه بلدي في طاسه على النار. نزلي المكسرات وافضلي قلبي بيها، قلبي فيها بالمنظر ده 10 دقايق بس علشان ما تمررش وتتحرق معانا. وطبعا الرز بتاعنا وطينا وحطينا الشياطه وخلاص استوى. بصي منظر اللحمه بعد ما طلعناها من الفرن عامله ازاي. ايه يا جماعه المنظر الخطير ده، ايه ده. اغرفي بقى، بصي الرز مفلفل ويجنن، وانزلي عليه بقى باللحمه بتاعتنا، شايفه شكلها عامل ازاي. والمكسرات شويه بقى، يعني مش السمنه اللي حمرنا فيها دي، بهاريز، شويه بقى من بهاريز اللحمه كده ننزل عليه عشان الطبق يبقى جوسي وفظيع. تعالي بقى بصي معايا على القمر والجمال، اتفرجي، شكلها يفتح النفس. اللي هتفهم قيمة الطبق ده الناس بتوع زمان، الأكل ده زمان كان مهم جدا يا جماعة، الوصفات دي بالذات. شايفة شكلها عامل ازاي، خطيرة خطيرة خطيرة، مخدتش مننا وقت خالص، ريحتها قلبت الدنيا. بصوا جمال اللحمة، وحطيناها في الفرن، اللحمة شربت من السمنة بالملح والفلفل، خطيرة، وفي نفس الوقت ما نشفتش. بصي الرز مفلفل ازاي، وريحة القرفة فيه فظيعة، طعمه يجنن. حطي بقى شوية مكسرات على الرز، خدي معاهم حتة لحمة كده. بصي اللحمة بقى جوسي ازاي، بصي بصي معرقة وتجنن ازاي، بصي شكلها عامل ازاي. الطبق ده كمان في اي عزومة هيرفع راسك. جربوا الوصفة واعملولي لايك وشير وفولو بسرعة.